يبقى انا عليكم كلكم جدا متفق معاكم. بس انا اقول معلومات بسيطه عن مقابر بني حسن. هي اصلا مقابر بني حسن بتقع في محافظه المنيا في جنوب محافظه المنيا في ناحيه الشرق. هي تقع شرق نهر النيل. هو ليه يعني اختار المصريين القديم يختار في ناحيه الشرق؟ ما اختارش ليه في الغرب؟ علشان كان في جبال وكان في نيل، فهو منع عندي الامتداد الطبيعي. بالظبط. ليه؟ لان الناحيه الغربيه لنهر النيل كانت عباره عن صخور رمليه، فصعب ان هو يتنحت فيها ويكمل المقبره كامله. لذلك ان هو مقابر بني حسن الناس كانت موجوده فيها اختاروها في الناحيه الشرقيه لنهر النيل لانها كانت. انا بدات في النهايه اللي احنا قلنا عليه، وادي الاربع حائط شمال وجنوب وغرب هنا، كل حائط ليه نقش معين موجود عليه. مقبره حنون خاتم الثاني هي رقم 3 من ترتيب الاربع مقابر الكبرى الموجوده في بني حسن، وهي ترجع لحاكم الاقليم السادس عشر اللي هو الامير حنون خاتم الثاني في عصر الملك سمسرت الثاني. والمقبره تتصل بالفناء الكبير، والفناء موجود على 12 على غرفه كده محاطه باربع اعمده في المدخل الرئيسي للمقبره. الحائط الغربي عباره عن متوسطه في منظر مجموعه من بناء السفن واصناف كفار، مجموعه من الصناع كفار ونحاتون وخبازون واولاده وحريم الملك حنون خاتم الثاني، وهم يحاولون الى احلاء الاهل. وبرضه موجود برضه نفس المنظر اللي هو المنظر ده برضه من ملك الامير حنون واولاده هنا. وقلنا هنا نبات البرد، مجموعه من نبات البرد، والملك هنا ظاهر ان هو ماسك الطير، والتاني ماسك في اليد التانيه ماسك حاجه من الرماح كده اللي هو بيستخدم الطيور. وهنا مجموعه من الطيور تصلت هربانه من الملك، وهنا اولاده وهم يختارون الرحله الى بيروت. نرجع برضه تاني الحائط الشرقي. هنا الحائط الشرقي فيه مجموعه من الملك وهو بيطلع من الوعد، لكن في الحائط الشمالي انا عندي 6 ضيفه بس. الحائط الشمالي هو منظر لقبيله اسمها قبيله لباشا، هي قبيله اسيويه بدويه، يعني جت في مقبره بني حسن احتلتها عشان تسكن فيها، فلذلك ووضعها الملك ضمن الحائط الشمالي